السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. يعرفنيش أو لسه اتفرج عليا، فأنا أحمد داوود وأعتبر قناة مساحة شخصية بحب أتكلم فيها براحتي. اليومين اللي فاتوا قعدت في البيت شوية، يعني مش قليل، مش فترة قليلة. بسبب إن أنا كنت تعبان وكان في أجازات وكان في شوية حاجات كده، فكنت قاعد في البيت. بس طول ما أنا كنت قاعد في البيت ما كنتش بعمل حاجة حرفيا. نوم، أكل، شرب، موبايل. بس ما كنتش بعمل حاجة أكتر من كده. يمكن حاجات بسيطة جدا اللي كنت بعملها حاجات تانية، وكانش أو خلينا نقول إن احنا بنسبة 80 90% هو بس كان أكل شرب نوم والموبايل. فلقيت لأ، فجيت في آخر يوم في الأجازة أو في آخر يوم خلاص إن أنا هنزل شغل تاني يوم، لقيت إن أنا رجعت الفترة اللي فاتت أو رجعت الأيام اللي فاتت. لأ، اللي هو أنا عملت إيه في الفترة اللي فاتت دي؟ أنا حرفيا ما عملتش أي حاجة تذكر يا حد. ما كنتش بعمل فيديوز على القناة، ما كنتش بعمل اي حاجه حرفيا في حياتي او بتقدم حتى خطوه. يعني انا كنت تقريبا ثابت مكاني. ده اذا ما كنتش مثلا بنزل. فالكسل او الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده هو موضوع الكسل. ان الشخص ما بيعملش حاجه في حياته، شخص بس بياكل ويشرب وموبايل طول الوقت. دي ممكن تكون من أسوأ الحاجات اللي الشخص بيعملها. مثل صيني أو ياباني فيما معناه إن السرير ده مقبرة الشباب. هي ليه الشباب بتنام؟ مع إن هي هتنام لما تموت على طول. فحرفيا حاسس إن إحنا نكون موجودين في مكان بس مهيأ للنوم مش حلوة. نحاول إن إحنا بس بقدر الإمكان إن إحنا المكان مخصص للنوم ده يكون بس ندخله وقت النوم بس، أو وقت ما إحنا مثلا حابين نعمل حاجة معينة، أو وقت ما إحنا حابين مثلا ناخد راحة شوية. لكن انا بشوف ان اغلب الوقت نحاول ان احنا نقضيه في مكان تاني يكون مفتوح شويه. ضروري جدا ان انت كمان يكون عندك هدف عايش علشانه، او انت عندك رؤيه معينه، او انت حابب تعيش اسلوب حياه معين، تتعب علشان توصل للاسلوب ده او توصل للحياه دي، وتبذل اي جهد فعلا بامكانك ويمكن زياده شويه طالما انت حابب تعيش الحياه دي. وانا دايما كده بقول، وقلت في فيديو كتير قبل كده، ان احنا كده كده هنتعب في حياتنا. فالافضل ان احنا نتعب في حاجه احنا حابينها او احنا عايزينها. فاللي انا حابب اقوله في الفيديو ده تمام بشكل ملخص او بشكل سريع، ان احنا نحاول نقسم يومنا يكون مثلا صحيان بدري، اصحى كده تاخد الاشار بتاعك تمام، تصلي، تاخد قهوتك تشربها، لو هتقرا شويه، هتجري شويه، تبدا شغلك، هتعمل اي حاجه. حتى لو انت في يوم اجازه هتريح شويه، بس ما تريحش قدام الموبايل. الموبايل فعلا بقى واخد حياتنا بطريقه رهيبه جدا، وبطريقه مخلينا ان احنا مش حابين احنا نعمل حاجه في حياتنا، او ان احنا طول الوقت على السرير وماسكين موبايل، او على الكنبه وماسكين موبايل، ما بنعملش اي حاجه. فلا، نحاول ان احنا الموبايل نخليه مصدر انتاجيه لينا. ان احنا سواء ماسكين موبايل يبقى احنا مثلا بناخد كورس، بنعمل فيديو مثلا ننزله على القناه، بنكتب محتوى، بنقرا حاجه. لكن ان احنا الموبايل يكون بيستهلكنا او احنا نكون مستهلكين ليه، لا دي مش حاجه هتكون لطيفه. نحاول ان احنا قدر الامكان يومنا ننظمه راحه ما بين راحه مثلا شويه، ما بين ان احنا مثلا نذاكر شويه، ما بين ان احنا نقرا شويه، ما بين ان احنا نبراكتس شويه مثلا، نعمل اي رياضه مثلا، ما بين ان احنا نساعد الناس في البيت مثلا او حياتنا في البيت. يعني نحاول ان احنا نشغل اليوم باي اكتيفيتي ما عدا ان احنا ننام، او ان احنا نريح، او ان احنا نكون شخص كسول هو بس مريح قدام الكنبه او على التلفزيون وماسك موبايل بس. مش حاجات دي. انا بتكلم وبقول ده بناء على تجربه فعلا مريت بيها، كانت سيئه جدا، وكانتش حلوه جدا. حوار ان انا مسكت الموبايل او ادمنت الموبايل شويه في فتره معينه. ابلكيشن زي اي نعم مفيده زي كوره ولينكد ان وريدت، بس لا يعني انا برضو مهما كان حاول انت تنجوي بالحياه شويه، تشوف الحياه شويه، ما تسجنش نفسك في شاشه الموبايل. لا، انزل هنا وروح هنا، تقضيش وقت او ما تقضيش اغلب وقتك في البيت يوم اجازتك، لان بيبقى هو احنا محتاج ان احنا فعلا نريح في البيت. بس لا يخليك ان انت ما بتعملش حاجه غير انك ماسك الموبايل. لا، حاول تنزل احسن وتنجوي كده وتنزل وسط الناس. حتى لو هتنزل تقعد على القهوه او تنزل تتمشى شويه في الشارع، احسن من انك تمسك الموبايل وتنام في البيت. بس ده اللي كنت حابب اقوله في الفيديو ده، او ده اللي كنت حابب اقوله بشكل مختصر. من هنا لحد اشوفكم في فيديو جديد، حلقه جديده، سلام.